انت ازاي كده يا زمالك؟ انت ازاي قادر تعملها؟ ده طريقك عمره ما كان سالك، والمعجزة برضه مكملها. انت ازاي كده يا زمالك؟ انت ازاي قادر تعملها؟ ده طريقك عمره ما كان سالك، والمعجزة برضه مكملها. ملوش كتالوج، ملوش ملكة، ملوش حاجة ثابتة، مش عارف اقول له ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة حدوتة زملكاوية في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ والزمالك يفتتح انتصاراته في الدوري المصري الممتاز بثلاثية نظيفة على البنك الاهلي. اللي يسمع العنوان ده يقول ان الزمالك ده فرقة مرعبة، بس احنا مش هندفن راسنا في التراب. والفوز مش هياخدنا في سكة الاحتفال والانتصار. شكلنا كان سيء جدا، كان سيء فوق الوصف، مؤذي للعين. عندنا مشاكل كبيرة وعندنا مشاكل كتيرة وحاجات لازم ان انت تبدأ ان انت تظبطها، لان الفترة اللي جاية مفيش اي حاجة تقدر ان انت مفيش اي نقطة تقدر انت تخسرها وتفرط فيها بسهولة. الدوري صعب والفرق كلها صعبة. فلايك الجميل وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل التنبيهات اول باول، وصلي على النبي في الكومنتات او صلي على النبي في سرك. ويا جماعه يا ريت اللايك والكومنت، الحاجات دي بتفرق معانا جدا، الحاجات دي بتساعد على ان الفيديو ينتشر، الفيديو يوصل لناس كتير. فما تكسلش، ما تبخلش علينا بلايك، ما تبخلش علينا بكومنت، ما تبخلش علينا بشير. سمعت الكلام، لو انت مقتنع مع الكلام عجبك اعمل لايك وشيره، ما عجبكش تناقش معايا في الكومنتات ونتكلم ونرد على بعض. اهم حاجه يبقى باحترام، محدش يغلط في التاني وبتاع. في الاول وفي الاخر دي كوره، واحنا كلنا اخوات واصحاب، سواء انت اهلاوي وانا زملكاوي، عادي في الاخر احنا اصحاب واخوات يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد عمر من قناه حدوته الزملكاويه، ونبدا الماتش. الزمالك بدأ الماتش قدام البنك الاهلي زي ما قلت لك في اسوأ شكل ممكن يبدأ بيه اي فريق في الدنيا، في التاريخ. نص ملعب مهلهل وخطوط بعيدة ومفيش تماسك، وحتى الدفاع عنده حالة زهق. وفي كرة كده الونش جات له يوقع النور، حاول يلم كده محمود بنتايج والونش جاي من وراه. الونش تشتيتة زهق اصلا، الونش شاطها في بنتايج وطلعت، لولا انها تسلل كان ممكن تبقى ضربة ركنية يعني. البنك الاهلي اللي عمل خطورة كبيرة وضيع فرص. في فرصة لياو انور خبطت في العارضة، الفرصة دي تسلل، والفرصة دي كان في فاول لفتوح على علي حمدي او محمد رضا مش فاكر، كان في فاول لفتوح في الكرة دي. ده من عشان فتوح عمل ماتش من اسوأ ماتشات حياته، من اسوأ ماتشات الدنيا، من اسوأ ماتشات اي لعيب كوره اصلا في التاريخ. فتوح عمل واحد من اقذر الماتشات اللي شفتها في حياتي. وانا عندي مشكله مع فتوح، انا عارف ان فتوح لعيب كبير وكواليتي حلو، كواليتي قوي يعني، مش لعيب تعبان يعني. احنا عارفين ان فتوح لعيب زي فتوح، لعيب زي ناصر منسي، لعيب زي لا فتوح وناصر منسي، بس احنا عارفين اللعيبه دي عندها فكره وعندها كوره. الموضوع موضوع بدني وموضوع قله ثقه وموضوع شويه مشاكل بسيطه عايز تتظبط بس وبتاع. بس احنا عارفين ان هم عندهم كوره يعني، مش ضايعين. لكن النهارده فتوح بالذات يعني، فتوح كان ضايع. فتوح خايف على نفسه وخايف على رجله ومش عايز يلتحم، وبيلعب وتحس ان هو زهقان، بتحس ان هو مش عايز يلعب. فتوح كان سيء جدا، وكانت احسن حاجه ان فتوح خرج الشوط الاولاني، لان الملعب اللي فيه فتوح وادم قايد في نص الملعب. نص الملعب ده ما فيهوش دفاع خالص يا جماعه. اللعيبه كله محطوط على محمد شحاته اللي بيعمل اللي عليه بصراحه يعني، مش قادر الومه قوي. عنده شويه مشاكل والكوره بتطول منه شويه، في كام كوره كده طولت منه الكوره في الاستلامه. لكن دي حاجات هتيجي مع البدني مع الانسجام ومع اللعب الكتير، وان اللعيبه تنخرط في اجواء المباريات يعني. فالزمالك كان الشوط الاول وحش جدا. الزمالك الشوط الاول كان ممكن يخسر 1 و2 عادي. نجم الشوط الاول والشوط التاني والماتش اللي فات هو طبعا مهدي سليمان، اللي شال كور مهمه جدا في وقت صعب، في وقت كان ممكن يحول الماتش في حته وحشه. احمد فتوح كان المفروض ان احمد فتوح يعني، انا لو حكم كنت طردته بصراحه. انا لو حكم كنت هطرد احمد فتوح، زي ما انا لو حكم كنت هطرد مودي ناصر على التدخل بتاع بنتاج. وفي كرة تانية مودي ناصر تدخل فيها هطرده برضه. بس فتوح عمل فاول بانذار مع مصطفى شلبي، وقام بيشوح لمصطفى شلبي وبيتكلم بطريقه وحشه. وبعد كده ادى كوع للعيب، هو مش قاصد يدي كوع، بس انا انا خدت كوع وانت لعيب عندك انذار.
خلي بالك ان انت ممكن حكم تاني يتلكك لك ويطردك. احسن لحد في الماتش تقريبا من ناحيه الزمالك كان عدي الدباغي اللي بيحاول وبيفرق. وفي اخر الشوط الاول في تسديده من العوديه كانت جميله، لو كانت راحت كانت هتبقى تكلل مجهود عدي الدباغي يعني طول الماتش، اللي عمل كل اللي عليه. خد الشوط الاولاني واحنا مش عايزين نشوف الشوط التاني، ونفسنا الماتش يخلص والشوط ينتهي ورخص الافريقيه تنسحب تاني والزمالك ينزل مركز تالت وما نلعبش افريقيا. ده بعد الشوط الاول. الشوط التاني بدأ كابتن معتمد جمال اللي عندي معاه مشاكل كبيره يا جماعه، وانا اسف انا برضو هتكلم على كابتن معتمد جمال في اخر الفيديو. قرر ان هو يعمل تبديلين، خرج الاثنين اللي مش شايفين. احمد شريف اللي مش عارف هو واقف في المكان ده ليه وبيلعب في المكان ده ليه وموجود في الزمالك ليه اصلا، واحمد فتوح اللي مش شايف، احمد فتوح اللي مش معانا، مش موجود، مش موجود اصلا في الملعب. ونزل احمد ربيع ونزل شيكو بنزا. احمد ربيع مش هقول لك عليه حاجه، هو برضو ما قدمش الحاجه المبهره، لكن على الاقل هو موجود بيلتحم، مش خايف على رجله، بيخبط، بيحاول ياخد الكوره، بيحاول يطلع باص. مش لازم اتفزلك والمها بوشي والمها برجلي من تحت واحاول اعمل سبعايه، لا الكوره جات له بيسلم وبيستلم وبيتحرك البسيط البيزك العادي الطبيعي اللي اي لعيب بيعمله من غير اي افتكاسه. فربيع وجوده في المركز ده مكان احمد فتوح قدم حل، على الاقل قدم شكل، قدم زياده، قدم اي حاجه فتوح ما كانش بيقدر يقدمها. ونزول طبعا شيكوبانزا، وانا قلت لك من قبل الماتش وارجع شوف الفيديو، انت تقدر تستخدم شيكوبانزا ده وتعتمد على سرعته في الشق الهجومي، حتى لو هتخلي الفرقه كلها تدافع وهو وعدي هم اللي يبقوا مسؤولين عن الشق الهجومي. دي حاجه ممكن تساعدك ومش عيب لما يبقى انت امكانياتك مش كبيره. مش عيب ان انت تلعب على الدفاع وان انت تلعب ان انت تستقبل لعب وتحاول تخطف مرتدات. عملناها كتير، وكان طبعا اشهر واحد عمل اللعبه دي والكره دي مع الزمالك كان باتريس كارتيرون، خد من الترجي ومن الاهلي 2 سوبر في ظرف 3 4 ايام. فده مش عيب، ودي حاجه ممكن المفروض كابتن معتمد جمال يبدا يبص لها ويحاول يشتغل عليها، لان احنا مش هننكر ان احنا عندنا ضعف في الامكانيات وفي الموارد البشريه. في عندنا لعيبه مش جاهزه ولاعيبه مش موجوده ولاعيبه اصلا مش عارفين هي هتكمل ولا مش هتكمل، بس ده مش وقتها مش هنتكلم عنهم اصلا. فالزمالك الشوط الثاني ابتدى الزمالك يتحرك، نزول شيكوبانزا عمل شويه خطوره شويه قلق، على الاقل خلى احمد متعب او مودي نصر ان هم ما يحاولوا ما يتقدموش كتير، حاول يخبط وبتاع. وشيكوبانزا سرعته وقوته عامله له مشكله ان هو اي التحام مع اي لاعب اللاعب ده بياخد فاول حتى لو شيكوبانزا ما عملش حاجه. شيكوبانزا عنده شويه مشاكل في العقليه، لكن هو لعيب كويس، لعيب مهم، لعيب لازم تعامله معامله خاصه. ودي نقطه شيكوبانزا بقى اللي انا جاي اتكلم عليها قبل اي حاجه واهم من اي حاجه. شيكوبانزا ده انت دلوقتي لو جيت تبص على سكواد الزمالك، مين اللعيب اللي ممكن تراهن عليه في الزمالك؟ واحد عدي الدباغ. حد عنده حد غير عدي الدباغ يقدر يراهن عليه؟ مفيش. فانت مين اللي تقدر تراهن عليه؟ شيكوبانزا. لكن شيكوبانزا محتاج معامله خاصه. شيكوبانزا ده لازم يحس ويوصل له احساس من الجمهور ومن الجهاز الفني ومن اللعيبه زمايله في الملعب، انت نجم الفرقه دي، انت الفرقه دي معتمده عليك. الناس اللي بتيجي المدرج تهتف دي انت نجمهم، هم عايزينك انت اللي تعمل اللي تصنع الفرق. شيكوبانزا لازم يحس احساس اللي كان حاسه خوان 2000. لازم شيكوبانزا يتشال ويتمجد له وما بقولكش طبل له، بس سقف له لما يعمل حاجه كويسه، سقف له، ما تعملوش ماده سخريه. لان انا شايف ان قطاع كبير من جمهور نادي الزمالك، ممكن اكون انا كنت واحد منهم في يوم من الايام، كنا عاملينه ماده سخريه ولعيب اللي هو تخيل بقى الزمالك هو مستني شيكوبانزا بقى اللي مستني شيكوبانزا اللي يكسبه. شيكوبانزا النهارده اللي فتح لك الماتش، شيكوبانزا النهارده اللي كسبك، شيكوبانزا اللي يستحق كل التحيه وكل الدعم. شيكوبانزا عمل كل اللي ما عملوش احمد شريف في الماتش كله وفي الماتش اللي فات. شيكوبانزا ما ينفعش يقعد لاحمد شريف حتى مع مشاكله وحتى مع مساوئه وقراراته السيئه، لكن شيكوبانزا هيعدي على الاقل واحد على واحد، هيشوط، هيخبط، هيعمل اي حاجه. شيكوبانزا لازم يتعامل المعامله اللي انا بقول لك عليها، ولازم شيكوبانزا يحس ويوصل له من جواه كده انا نجم الفرقه دي، انا اللي في ايدي ان انا احرك اغير في رتم الفرقه دي، انا اللي في ايدي انقل الفرقه دي من الدفاع للهجوم، انا اللي في ايدي ان انا اخلص، انا المفروض ان انا رقم واحد في الفرقه دي، انا الاجنبي اللي باخد بالدولار، وانا لازم يوصل الاحساس ده لشيكوبانزا. ودي مسؤوليه الجمهور والجهاز الفني وكمان اللعيبه الكبيره في الملعب، زي عمر جابر، زي عبد الله السعيد لما يرجع، زي محمد شحاته، زي فتوح لما ربنا يفوقه كده على خير، زي مين تاني مع ناصر منسي اللي مستنيين منه كتير. ناصر محتاج ان هو يشتغل بدني كويس على نفسه عشان يرجع ناصر منسي الاسطوره اللي احنا عارفينه واللي احنا كنا بنهتف باسمه طول السنه اللي فاتت.
ومش رباء ومش رياء ولا اي كلام. ناصر منسي السنه اللي فاتت كان نجم نادي الزمالك، كان اهم لاعب في نادي الزمالك السنه اللي فاتت. لكن ناصر بعيد السنه دي وفورمته وحشه جدا واداؤه سيء جدا في الملعب. اتمنى ان هو يقدر يلحق نفسه. احمد ربيع زي ما قلت لك عمل شويه شكل وشويه تماسك في نص الملعب، وعلى الاقل هو وشحاته بيخبطوا عكس احمد فتوح اللي ما بيخبطش وما بيلتحمش. فيا ريت ان احنا نستمر على موضوع احمد ربيع وشحاته في نص الملعب، وتحاول تدي ادم قايد او تدي محمد سيد اللي نزل النهارده وعمل لك 2 اسيست في نص ساعه. محمد سيد لعيب كواليتي رايق يا جماعه، لعيب لازم يهتم بنفسه هو بقى. دي مشكله محمد سيد، مش مشكله مدرب. محمد سيد هو اللي عقليته تعبانه، هو اللي محتاج ان هو يشتغل على نفسه عشان يلعب بسرعه. شفت لما لعبت بسرعه الدنيا بقت حلوه ازاي؟ باصين باتنين ثرو، واحد لحسام اشرف، واحد لبنتايج قصدي عرضها لحسام اشرف، وواحده عرضها هو بنفسه لاحمد عبد الرحيم ايشو اللي شاطها وحش جدا جدا يا ايشو، بس ربنا كرمك يعني ودخل الجون. واحنا كتير يا جماعه، احنا ما بنخلصش وما بنموتش. زيزو موجود، مشي زيزو هنجيب خوان الفينا. خوان الفينا تمرد، هنمشي خوان الفينا وهنلاعب ايشو هيجيب جول. ناصر منسي وحش، حسام اشرف هينزل هيجيب جول. احمد فتوح مش فايق، بنتايج هيعمل اسيست. احمد فتوح وحش في نص الملعب وشحاته مش عارف يعمل حاجه لوحده في نص الملعب، احمد ربيع هينزل يساعد. عواد وصبحي بيتخانقوا، مهدي سليمان هيتالق وهيبقى رجل المباراه وانت كسبان 3-0. عمر جابر وحش، هتلاقي محمد ابراهيم موجود. محمد ابراهيم مش موجود، هتلاقي عمر جابر بيلعب بالخبره وبالثقه وبشرط القياده وبانه كابتن نادي الزمالك. احنا بنخلصش وما بنموتش. لكن عندي حاجه تتفق معايا او تختلف معايا، يهمني قوي ان انا اسمع رايك في الموضوع ده. حط لي كومنت على رايك في الموضوع ده. مدرب نادي الزمالك، انا شايف ان بما ان الزمالك في الازمه الماديه اللي هو فيها دي، انا شايف ان احنا نقدر نوجه الشكر للكابتن معتمد جمال اللي هو ضعيف فنيا يا جماعه، مش هنضحك على بعضنا ومش هنضحك على نفسنا. توجه له الشكر. شوف مدرب اجنبي يقدر يطور الشباب ويقدر عنده اسلوب لعب وعنده خطه وعنده تكتيك معين وطريقه لعب يقدر ينفذها قدام اي حد ويقدر يلعب بيها ويقدر يقلل الجاب ما بين الكواليتي اللي ناقص عندك وما بين الموارد البشريه اللي ناقصه وبين بقيه فرق الدوري اللي عندها موارد كتيره وعندها لعيبه كتيره وعندها بدل الفرقه 2 و3. فده كل اللي اقدر اتكلم فيه. تعالوا بقى لحته تقييم اللعيبه النهارده، وان شاء الله بكره هنحاول نعمل حلقه نتكلم بيها بلقطات. انا عارف ان انا كل مره بقعد بالموضوع ده ما بوفيش بيه، بس هنحاول والله. انا غصب عني بس موضوع الشغل ان انا بين نارين يعني، مش عارف ان انا افضل مركز في اليوتيوب ولا افضل مركز في شغلي وجنب اليوتيوب، فسامحوني يعني. هنخش على حته التقييم، هنقيم من قدام لورا يعني، نخلي مهدي سليمان في الاخر. هنقيم طبعا ناصر منسي اديله 4/10. ناصر منسي بعيد جدا ومستواه وحش، مستواه سيء جدا. محتاجين ناصر منسي يرجع، ناصر منسي اللي احنا نعرفه. عدي الدباغ اديله 6/10 على محاولاته وعلى اجتهاده. احمد شريف اديله 1/10. يا ريت ما اشوفوش تاني في المكان دوت، او ما اشوفوش تاني في ارض الملعب، او يبقى بديل لما تحتاجه ينزل يشارك وكده. مين تاني؟ ادم قايد اديله 6/10. ادم قايد لعيب كويس لكن رتمه بطيء، ما ينفعش نادي الزمالك يا جماعه. مش ده اللعيب اللي اعتمد عليه في مركز صناعه اللعب في نادي الزمالك، انه رتمه بطيء جدا، محتاج وقت كبير على ما يعمل هجمه ويعمل فرصه. احمد فتوح 0 مرتاح يا فتوح. محمد شحاته 7/10، وواحد من اهم الناس في الماتش وواحد من رجال الماتش. عمر جابر هديله 5/10، لا عمل حاجه خير ولا عمل حاجه شر. الونش ومحمد اسماعيل 8 و8/10. الونش اعلى النهارده من محمد اسماعيل وتدخلاته اقوى. محمد اسماعيل كان مش كويس قوي النهارده. محمد اسماعيل عنده مشكله في الكور العاليه، ما بيرتقيش كويس، الجامب والتيك اوف بتاعه مش عالي. فياريت يركز يعني في موضوع زي دوت. محمود بنتايج اديله 7/10 على الكروس الهايل اللي عمله. واخيرا يا بنتايج شفت لك كروس، اخيرا يا راجل، بقالك 3 سنين في النادي اول مره اشوفك بتعمل كروس. اول مره اشوف بنتايج بيعمل كروس. لعيب كبير، انت لعيب كبير، لازم اشوف منك كروسات واشوف منك زيادات واوفرلاب واشوفك بتشوط واشوفك بتروح واشوفك بتحاول. لازم اشوف منك مردود هجومي يا بنتايج اكتر من كده. مهدي سليمان طبعا 9/10، واحد من اهم رجال الماتش. اللي نزلوا البودلة احمد ربيع اديله 6/10، عمل دور كويس في نص الملعب. مين تاني يا ربي نزل؟ حسام اشرف اديله 8/10 على الهدف وعلى الاسيست.
شيكو بنزا اديله 9/10 برضه. شيكو بنزا هو اللي فتح الماتش، وشيكو بنزا واحد من اسباب فتح الماتش. كابتن معتمد جمال هديله 0/10 على الشوط الاول، واديله 6/10 على الشوط التاني على تغييراته اللي ربنا وفقه توفيق كبير فيها. ولازم نقول له حاجه زي كده حتى لو احنا معترضين عليه او معاه. معتمد جمال عمل 3 تبديلات ب3 اجوان، وما اعتقدش ان دي حاجه حصلت في الدوري قبل كده، ان المدرب يطلع الشوط الاول متعادل 0-0 ينزل 3 تبديلات، الشوط الثاني ال3 تبديلات يجوا 3 اجوان ويكسب 3-0. حاجه ما شفتهاش قبل كده. فده كل اللي عندي بخصوص ماتش الزمالك والبنك الاهلي. ان شاء الله بكره نعمل حلقه عن التوقعات. وللاسف مسابقه التوقعات المره دي مفيش اي حد توقع النتيجه الصح، مفيش حد توقع فوز الزمالك 3-0 يعني. فاستنونا في مسابقات جايه اكتر باذن الله. هتلاقوا مسابقه هتنزل عن ماتش الاهلي وزد، تعويض عن ان مفيش حد كسب في مسابقه الاهلي الزمالك والبنك الاهلي. هنزل لكم بكره ان شاء الله مسابقه عن الاهلي وزد، وبرضه هيبقى التوقعات على الفيسبوك. وبالتوفيق للجميع. كان معاكم محمد عمر من قناه حطيت الزمالكاوي. ما تنساش تقول لي رايك في موضوع كابتن معتمد جمال، يكمل ولا ما يكملش، ولا نجيب مدرب اجنبي. ايه رايك في اداء فتوح واداء احمد شريف في نص الملعب في نادي الزمالك؟ شايف مين نجم الماتش، شيكو بنزا ولا حسام اشرف ولا المهدي سليمان، ولا عندك اسم تاني؟ قول لي كل ده في الكومنتات وهرد عليكم. كان معاكم محمد عمر من قناه حطيت الزمالكاويه. سلام. هو انت ازاي كده يا زمالك؟ انت ازاي قادر